صباح الخير. حكايتنا النهاردة عن الرقاصة والفنانة كيتي. وتميزت كيتي بابتسامة شقية وملامح رقيقة ميزتها عن غيرها من الرقاصات، رغم إن موهبتها في التمثيل كانت متوسطة. واتولدت كيتي سنة 31 لعيلة مسيحية ترجع أصولها لجزيرة كريت، وكانت الأسرة عايشة في اسكندرية. ولاحظت عيلة كيتي موهبتها الفنية، فقاموا بتوجيهها لدراسة فن الباليه من وهي عندها 6 سنين، وبعدين اتنقلوا للقاهرة عشان تدرس المسرح والدراما. واحترفت كيتي الفن في سن صغيرة جدا، وقدمت عروض راقصة قدام الملكة فريدة. وظهرت كيتي لأول مرة على المسرح اليوناني في اسكندرية وكان عندها 8 سنين بس. وفي سنة 43 انضمت لفرقة ماري جياترا أليمو، وقدمت عدد كبير من العروض الراقصة على مسارح اسكندرية. وشاركت كيتي في عدد من المسرحيات، وتميزت بأداء كوميدي مزجت فيه بين الاستعراض والرقص. وحققت كيتي نجاح كبير جدا في اسكندرية وذاعت شهرتها. وفي سنة 48 اشتغلت في كازينو بديعة مصابني. وفضلت كيتي متمسكة بشغلها في كازينو بديعة حتى بعد ما اشتغلت في السينما، وحتى لما اتحرق كازينو بديعة سنة 52 واتحرقت فيه كل فساتينها، إلا إنها فضلت تشتغل فيه بعد ما تصلح لمدة 10 سنين. وقدمت كيتي حوالي 60 فيلم، منهم شباك حبيبي، آدم وحواء، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، بنت الجيران وغيرهم. واختفت كيتي فجأة من مصر سنة 80، ورجعت بلدها الأصلي اليونان. وكان في إشاعة إن كان ليها علاقة بالجاسوس المصري رأفت الهجان، وده سبب هروبها من مصر. وده لأن رأفت الهجان كان كتب في مذكراته إن أول حب في حياته كان لفتاة وصفها بأنها راقصة شابة مراهقة وطايشة وأكبر منه بسنة واحدة، اسمها بيتي. وده اللي خلى الناس تعتقد إنه كان يقصد الراقصة كيتي.